طيب استاذ اسلام، هسألك سؤال وعايزه اجابه يعني مش دبلوماسيه، انا عايزه اجابه صريحه. شفنا في السوق الفتره الاخيره مهم. شركات العقارات بقت كتير جدا جدا دي حقيقة. بشكل مبالغ فيه. دي حقيقة. طيب هل السوق بيستوعب كم الشركات دي؟ وهل فعلا الميزه التنافسيه بتبقى قويه تفيد المالك ولا لا؟ طيب خلينا نبدأ الأول قبل ما أقول لك السوق يستحمل ولا لأ. خلينا نقول إن في نوعين من الشركات. في شركات التطوير العقاري وفي شركات التسويق العقاري. شركات التطوير العقاري دي المفروض الشركة اللي هتعمل مشروع وتبيعه للناس. حلو. فدي مهما كان عدد العملاء بتاعها فهو كبيره 1000-2000 عميل على عدد الوحدات بتاعته. تمام. طيب لو بصينا لشركات التسويق العقاري دي اللي عملت المشكله ودي اللي عملت الازمه اللي احنا عايشينها. دي اللي خلت حضرتك النهارده كعميله لو حابه تشتري من كتر اللي بتسمعيه من الناس محتاره يعني معلش. حتى الفترة الأخيرة بقى في محاضر بتتعمل بسبب كتر المكالمات بتاعت شركات التسويق العقاري. هي بصراحة مستفزة جدا. وشركات كبيرة قوي بدأت إن هي تفقد عملاء من عندها بسبب كتر المكالمات بتاعت شركات التسويق العقاري. السوق في مصر يعني عاوز أقول لحضرتك مهما فتحت في مشاريع هو يستوعب أكتر من كده بكتير. بس المشكلة إن إحنا ما بنخليهوش ولا يستوعب ولا شكله لائق ولا شكله حلو بسبب شركات التسويق العقاري. لو في قوانين زي بره ان هو مش اي حد يشتغل وسيط عقاري ولازم ياخد كارنيه ولازم يتسجل في نقابه، الموضوع هيختلف. القانون دوت كان مطروح في مجلس النواب وهم بيدرسوه فعلا حاليا بيتم وفي بعض التعديلات اللي بدات تظهر. وبصراحه باشمهندس شريف الشربيني وزير الاسكان هو بصراحه يعني ماسك بقاله فتره قليله، راجل عارف هو بيشتغل ازاي ومسك اكتر من جايين، فهو عارف هو بيتعامل في ايه وازاي. والقوانين اللي جايه هتفلتر هتفلتر. احنا عندنا مشاكل. انا واحد من الناس عامل سجل وفي هيئه الاستثمار متسجل وعندي عملاء وعندي اوراق قانونيه قويه جدا، بس زي اي واحد فاتح سجل ب 1000 جنيه وب 2000 جنيه وبيروح يشتغل وبيعمل اعلانات. هو ده بقى اللي معلوش رقابه وده اللي ما يعرفش حاجه، فدخل عمل مشاكل لينا كلنا. هرجع لسؤال تاني. بصراحه هو يعني جالي من ناس كتير قوي. معظم الكومباوندز واجهه واحده. تمام. كان زمان كل واحد بيحط لمساته الجماليه في شكل البناء اللي عايز يبنيه لنفسه. ليه بقت يعني هل احنا هنتطرق قدام شويه ان انا اقدر ابني المبنى اللي انا عايزاه بشكله زي ما انا عايزاه، ولا لازم الواجهه تبقى واحده؟ وايه السياسه في كده؟ لا هو حسب المنطقه. يعني المدن الجديده يعني دلوقتي لسه من حوالي سنتين نزل قرار في مثلا في هيئه المجتمعات العمرانيه ان هيتم توحيد الوان الواجهات. تمام. في بيت الوطن والنرجس الجديده، ودي مناطق ملايين الشركات شغاله فيها والوفات الشركات شغاله فيها. فالناس ما كانتش مصدقه ده. دلوقتي طبعا بدأ التنفيذ للموضوع. فبدأ يتم التوحيد الالوان بتاعه العماير. ممكن حضرتك تبني البنايه اللي حضرتك عاوزاها جدا في المحافظات والاقاليم، ده ما فيهوش مشكله. هي في الاول وفي الاخر هترجع للجهاز اللي انا تابع ليه، انا هقدر ابني ده ولا لا. طيب سؤال تاني. دايما لما بروح كافيه او مولات تمام بيبقى فيه الفك والتركيب الحديد مش مكلف وحلو، ولو انا عايزه انقل بيتي في اي مكان انا هنقل. يعني هيبقى فكره جديده بتطور جديد. هو اوريدي متطبقه بره مصر، بس ليه ما نطبقهاش في البنى، في الكومباوندز، في الحاجات ديت؟ خليني اقول لحضرتك ان هي فعلا اتطبقت في الصين واتعمل مبنى حوالي 29 دور او 100 دور حاجه زي كده في 28 ساعه. تمام. هو بيبقى عباره عن زي عارفه الكونتينر، حاجه زي الكونتينر كده بتتنفذ وبعد كده بتتنقل. بس الصينيين معروفين ان هم كشعب وكفكر هم الناس دي بتعمل المستحيل. وفي نفس الوقت برضو طبيعه الارض هناك غير طبيعتنا هنا. احنا شويه 3/4 الاراضي في مصر صحراويه ورمليه، فالموضوع بالنسبه لنا هيحتاج شغل في الاساسات، هيبقى محتاج تكلفه، محتاج منتاليتي علشان تنفذ ده. الشركه تكون هي اوريدي عاشت واشتغلت بره مصر وشافت المشاكل دي بتتعالج ازاي. واحنا للاسف ما عندناش لحد دلوقتي حد ظهر يقدر ينفذ الفكره دي او حتى يطلعها للنور.
وصدقيني انا هرجع اقول لك تاني، المهندس شريف الشربيني والناس اللي موجوده دلوقتي تحيه ليه، لان طالما جدا بتتكلموا كده ويبقى هو فعلا عامل بصمه على ارض الواقع. هيسبورت جدا مع اي حد ممكن يطلع بفكره مختلفه وجديده، والراجل على فكره مكتبه مفتوح. يعني انا يعني ما شفتش الحاجات دي والتعاون ده قبل كده، فبالتالي الموضوع سهل دلوقتي. ففين الشركه اللي تقدر تنفذ؟ يعني انا بتابع البرنامج طبعا بتاع حضرتك، اهم ناس في السياحه هم متابعين البرنامج. انا شفت كم مهندس كده الفتره اللي فاتت بصراحه بيتكلموا في حاجات جميله جدا. يعني بيتكلموا على العماره الخضراء بالظبط، وازاي يعمل المشروع ويكون صديق للبيئه، وفي نفس الوقت التكلفه بتاعته تبقى قليله ومع اكبر فاليو. هي دي الناس اللي احنا محتاجينها تظهر، لان احنا خلاص السوق بتاعنا محتاج المتميز الجديد المختلف، مش محتاج الحاجه التقليديه خلاص.